الفنان محمد نور منورنا في ايجي بالعربي. ألف مبروك الأغنية. الله يبارك فيكِ، وإن شاء الله كده تكون حلوة وعجبتكم بإذن الله. طيب عايزاك تكلمني اختيارك أصلا للأغنية وبالذات التوقيت آخر الصيف. والله إحنا يا دوبك لحقنا، عايز أقول لِك إن إحنا شغالين عليها من قبل ما نزلت بشهر، فيا دوبك عقبال ما نخلّص ونعمل المزيكا ونصوّر وننزل، فيا دوبك يعني ما كانش نعمل أسرع من كده، ما كناش نقدر نعمل أسرع من كده. كواليس الأغنية والتعاون مع بتول عرفة. والله هي بتول هايلة ومن المخرجين الشاطرين، ده رابع تعاون نشتغلوا مع بعض، كانت أول غنوة جالي في ملعبي، وعلى طول بقى إن شاء الله عقبال 10 غنوة كمان. طيب بتميل أكتر للدراما والرومانس ولا الحاجات السريعة؟ والله أنا على حسب الوقت، أنا عمومًا باحب الأغاني الهادية الرومانس زي عادي وزي حياتي وأغانيها اللي على طول باعملها، ولكن في الصيف برضه بنحب نعمل غنوة سريعة تشتغل في الclubs في الأفراح، في الحفلات كده يعني. طيب هنسأل بقى شوية أسئلة سريعة كده. إمم. أكتر أغنية بتعتز بيها في مشوارك الفني كله؟ حياتي. أغنية ندمان إن أنت عملتها؟ والله ما فيش. طب أي عمل فني عمومًا ندمان إن أنت عملته؟ عملت زمان برامج كده مضطر أعملها عشان فلوس، فبعد كده قُلت ليه عملتها، كنت صغير لسه. طيب التعاون بينك وبين أحمد فهمي مش هنشوفه أو وام عامةً، مش هنشوف بقى أحمد فهمي معاك في فيلم أو مسلسل أو ديو لوحدكم؟ والله فيلم خليج نعمة الأول كنت أنا وأحمد فهمي، بس أنا اعتذرت عليه عشان كان عندي الألبوم عايز أخلّصه في 3 شهور، الألبوم التاني اللي هو كان فيه غنوة عادي بقى وطوّل غيابك وكده، فلو جات لنا فرصة كويسة هنعمل حاجة مع بعض إن شاء الله. طيب إيه الفرصة اللي أنت مستنيها كدور في الدراما أو في السينما، مستني تيجي لك عشان تمسك فيها؟ مش مستني تيجي لي، أنا مستني أشتغل مع حد باحبه، يعني أنا باحب محمد سامي أوي، إمم. فلو هو كلمني إني نشتغل في حاجة أي حاجة أنا موافق، باحب فنان هو، فدي النقطة، يعني أنا بالنسبة لي مُخرج قبل العمل، لإن هو كل حاجته ناجحة بس. اتفرجت على جعفر؟ آه طبعًا، ما فيش حد ما اتفرّجش عليه كنت كل يوم بابعت له يا حبيبي يا نور، أقول له ما تقول لي، يقول لي: "لأ مش هينفع كده." بس كان حلو. طيب اتوجهت له بعض الانتقادات إنه قالوا هو واخد بروباجندا على السوشيال ميديا، مع إن هو فعلًا كل الناس فعلًا اتفرجت عليه، بس في شوية ناس قالوا لأ هو مش أنجح مسلسل وهو بس خد بروباجندا وبتاع، فأنت شايف لا، إيه؟ لا، لأ، ده أنجح مسلسل شُفته باللغة العربية مثلًا في ال30 سنة اللي فاتوا، لا، لا، لأ، مش معقول، مسلسل مش طبيعي. طيب لو أنت بتحب محمد سامي، لو محمد سامي بيخرج عمل وأحمد فهمي بطل في عمل تاني في نفس الوقت، هتسقّف لمين أكتر؟ لا نعمل الاتنين، ما لهاش علاقة، أصل أحمد صاحبي، أحمد ده صديق عمري يعني، فأحمد أنا أي حاجة باعملها بيكلمني وإحنا بنتكلم على طول على الشغل بالذات، وتلاقي بعد كده كل كلامنا في الهبل بقى، في الخروج، في الحياة، ما نتكلمش في الشغل خالص. فده كويس وده كويس، الاتنين، هنعمل الاتنين وماله، ما فيش مشكلة. طيب كلمة بقى لولادك. ولادي طبعًا باقول لهم أكيد باحبهم جدًا وبس يسمعوا الكلام بس. طيب حتّة بقى من سهر للسهرة. والسهر للسهيرة وجاي أسهر والليلة كبيرة، هنا قعدتنا الحلوة كتيرة، عشان إحنا أصحاب مكان، واللعب للعيبة، بنضيّع علشان كسيبة. صباح الفل.